تعالوا يا جماعة نشوفوا طريقة الفراخ دي معمولة ازاي. فراخ محشية بالرز البسمتي بالمكسرات، يعني ما شاء الله. تعالوا معانا نشوف الفيديو ده بيتعمل ازاي ونشوف الفراخ دي بتتعمل ازاي. يلا تعالوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا يا جماعة، النهاردة انا جايبه لكم ان انا هعمل فراخ محشية، وهعرفكم حشوها ازاي. والحشو ده انا هجيبه لوحده، الحشو ده انا هجيبه لوحده، هعرفكم ده بيتعمل ازاي. هعرفكم دلوقتي التتبيله بتاعته، وهعرفكم ازاي انكم انتوا تعملوا الفرخه. لو هي حتى فرخه صغيره عادي، لو كيلو 2 كيلو، بس الفرخه دي وزنها كبير في حدود حوالي 4 كيلو. يلا هنبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا هجيب ملح وفلفل. ملح وفلفل هجلبهم على بعض، هحاول اتبل بيه الفرخه. طبعا انا خاليه الجلد كله، انا خاليه الجلد، وطبعا احنا منضفينها. ما تكترولهاش الملح والفلفل، لان في طبعا في الطماطم والبصله والكلام ده كله هتلاقي فيه ملح وفلفل كتير كده. خلاص، طبعا ده بشر طماطم وبشر بطاطس وشويه ملح وشويه فلفل، فانا كل ده هعمله هجلبه ببعضه. ودي هتبقى عباره عن تتبيله الفرخه. همسك الجلد كده، الجلده طبعا احنا عاملينها، وابدا اوزع الخليط ده كله من جوه وبين الوراك. هاتي الفرخه وهي بتتعمل هنا كده، الفرخه اهي وانا بحشيها برضو من هنا من بره. الفرخه حجمها كبير، كده طبعا تتبيله الفرخه كده انا تبلتها. ما تخلوش حته فيها الا لما تتبل. طبعا الفرخه انا مفرغاها من ورا، عاملاها كلها. هبدا اجي بقى في الحشوه. المفروض الحشوه دي اسيبها حوالي يعني من ساعه لساعتين ان هي تتبل فيها، فانا هشتغل على طول عشان انا هحط الحشوه فيها. الحشو ده طبعا رز على لحمه مفرومه على كبد على الجوانص بتاعتها. فهبدا ان انا اخد كده، هبدا احشي الفرخه كلها. لو خدت الرز كله عادي، لو الفرخه خدت الرز كله عادي. فطبعا عشان الفرخه حجمها كبير فهي هتقبل مني. انا معاكم خطوه بخطوه عشان تعرفوا. الناس اللي سالتني كتير على الفراخ المحشيه، طبعا هبدا احشي الزور كله. طبعا دي مع شويه رز بسمتي، بس تتظبط بقى. دي طبعا بتاخد نار هاديه خالص. حاولوا ما تخلوش فيها حته مش عايزه فراخ. كده انا ببدا احشي بين الوراك زي ما تبقى الرز. عايزه من الجناب رز حط لها من الجناب رز. الناس بقى اللي بتلبس جوانتي والكلام ده كله، ده عشان مظاهر قدام الناس. اولا ما فيش واحده بتلبس جوانتي في بيتها علشان بقى هطلع قدام الناس ان انا اتجامل. انا مش بتجامل. لو واحده فينا من واحده ست بيت بتلبس جوانتي وهي بتطبخ تعرفني. طبعا هي جبلت كل الرز، هي جبلت كل الرز، خدت كل الرز. ابدا ان انا اوزع عند الحصن.
هبدا ان انا اكتف الفرخه، ولو فاضل اي شويه رز ممكن نحطوهم في الاخر. هكتف الفرخه وارجع لكم تاني. هبدا كده خلاص اجيب الصينيه. كل حاجه من اللي انا بعملها اعرفوها انا بعملها ازاي. لازم الاول ورق طويل، لازم الورق الطويل الاول. هغطي ال4 جنيه لان الفرخه لازم تتكمر. انا كده حطيت في ال4 جهات الورق الفويل. هجيبي فرخه ورق زبده وهحطه في الوسط كده. ما ينفعش انكم انتوا تحطوا الفراخ على طول منها للورق السلوفان، مش هينفع كده. تمام. هبدا اجيب الفرخه اهي، بسم الله ما شاء الله اهيت. هبدا احطها كده. طبعا هي متبله وفيها كل حاجتها، اي بواقي هنا اي حاجه حطوها برده فيها. طبعا انا لا بحط لها لا ميه ولا بحط لها اي حاجه خالص، هي بتستوي مع نفسها. الناس اللي بتقول لك ده طب هي هتستوي ازاي؟ لا هي هتستوي. هبدا اعمل بالورق الفويل كده، ورقه الزبده اهيت. هبدا اجيب الورق الفويل كده، لازم اكمرها بيها. كده انا كمرت الفرخه. مش هحط لها ولا بوج ميه دلوقتي، هي هتخش الفرن على طول. عايزين تعملوها من بالليل حطوها واركنوها في التلاجة عادي. عايزين تعملوها قبل الاكل مثلا، دي بتاخد لها بالظبط. الفرخه لو كبيره هتاخد ساعتين ونص على نار هاديه، على نار هاديه خالص، ساعتين ونص. لا تحطوا لا ميه من فوق ولا من اي حاجه، هتسيبوها زي ما هي. وطبعا انتوا هتشموا ريحتها بعد ساعتين ونص عادي. افتحي عليها عادي، وبعد ما تفتحيها هتديها بقى ايه وش للفرخه، وهتقدموها بالهنا والشفا. دي انا هقدمها مع رز بسمتي بالمكسرات، فهرجع لكم تاني بعد ما اخلص بعد ما الفرخه ما تطيب. انا كده هبدا كده. طبعا الصينيه هي زي ما قلت لكم دلوقتي هدخلها الفرن. يا دوبك هتقعد بالظبط يعني 3 ساعات. انا هحاول احطها في الفرن 3 ساعات بالظبط، 3 ساعات على نار هاديه جدا. لا تحطوا لها ميه ولا تحطوا لها اي حاجه خالص. والمرحله الاخيره هفتحها معاكم وهديها الوش وهتتفرجوا عليها وهتشوفوها في التقديم عامله ازاي. يعني حاجه تشرف، حاجه تشرف. انتظروني لما تطلع من الفرن. اظن مفيش احسن من كده. دي اكله اللي ياكلها خلاص انتهى. ما شاء الله. صورينا بقى فوق. لا 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 لا، الله ما شاء الله. بالهنا والشفا على اللي هياكل الاكله دي، بالهنا والشفا على اللي هياكل الاكله دي. يلا كده احنا بدأنا. يعني انا جبت كده خلصت الفراخ اهي، دي الفرخه وده الرز البسمتي. هنبدأ بقى ان احنا نفرك الحاجه كده. انا هجيب لكم الرز هو معمول وطريقته هو معمول.
هفرده كله في الصينيه عشان انا هحط عليه الفرخ. تعالي بقى اعملي معايا شيليها بقى كده اهو. شيلي. لا من تحت، امسكي الورقه بس زي ما هي كده. استني كده. استني كده. هاتي بقى دي. انت رحت فين؟ انت مشيتي ليه؟ خليكي في تركيزك هنا كله. فرخه اهي. يعني هاتي اللقطه دي كده. دي الفرخه طبعا مهريه، شايفين الورك بيطلع كل حاجه بتطلع. ما شاء الله، بالهنا والشفا. ده كان الفيديو بتاعنا، ودي طريقه الفراخ المحشيه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوف وشكم على خير، واشوفكم في فيديو جديد ولقاء جديد.